وسام محمد صبري في آخر أخبار نادي الزمالك في الساعة الأخيرة. بس قبل ما نبدأ، غاب 3 أيام كنت 44 مشترك، بيت 51 مشترك. لا يخرب بيت أم العظمة، أم الدعم يعني. رقم 2، فيديو, فيديو من 4 أيام كان 50 مشاهدة، بقى 330 مشاهدة. لا برضه أبو الفجر، أبو الفجر يعني، أبو العظمة. حاجات تانية، يعني مش أبو محمد صبري، يعني مش من المرحوم لاعب القدير الإعلامي قلنا ازيك محمد صبري. أنا واحد تاني. وحاجة التالتة، يا مصر بتعملها ازاي؟ منتخب مصر عمل العظمة. يعني اللي بيشرفوا العرب حاليا ولا السعودية، ولا تقول لي السعودية ولا تونس، هو مصر والمغرب. كمان فرق أفارقة، فرق أفريقيا يعتبر قصدي منتخبات أفارقة. منتخبات أفارقة يعتبر هم منتخبات على قدها شوية، بس هم اشتغلوا على نفسهم، طلعوا مواهب. معاهم كام مدربين وطنيين: محمد وهبي مدرب جامد جدا ودارس، حسام حسن مدرب مش دارس، بس مش دارس اللي هو قد محمد وهبي يعني، بس مدرب برضه جامد جدا، وبيختار اللي بيناسبه، مش بيختار اللي احسن، لا الانسب. على رأي اللي طلع مع ابراهيم فايق النهارده، محلل التحكيم، الانسب مش الاحسن، الانسب. عشان كده ما خدش محمد شحاته محمد اسماعيل. كده عرفنا ليه ما خدش محمد شحاته محمد اسماعيل. كمان انت كسبت استراليا، كسبتها مستوى واداء كويس جدا. انت هتلاعب الارجنتين، الارجنتين كسبت كاب فيردي 3-2. بس انت يعني فاهم انت هتلاعب الارجنتين بمستوى قوي جدا، مستوى معنى كده مستوى. يعني انت عندك مثلا النهارده انت داخل في جول ازاي؟ محمد هاني، امام عاشور يسجل، محمد هاني يدخل، امام عاشور يسجل، محمد هاني يدخل. يعني اظن مجدي عبد الغني بقى يسكت شويه. انت خلاص امام عاشور جاب جولين، انسى بقى ان انت مجدي عبد الغني ينسى نفسه. يعني بالنسبه لي انا هنكسب، يعني هنكسب الارجنتين. وتعالي بقى وتعالي في ربع النهائي، نكسب الارجنتين وتعالي في ربع النهائي قطعا. هنكسب الارجنتين وتعالي في ربع النهائي. ليه الارجنتين مش زي في 22؟ الارجنتين يعني طور دفاعيا مش كويسه برضه. انت لعبت فرق مش دفاعيه مش كويسه. انت لعبت عندك فرق زي بلجيكا، نيوزيلندا، ايران، كلهم دفاعيا مش كويسين. لعبت استراليا دفاعيا مش كويسين، اللي هو مدافع بس واحد اللي شايله كده، اللي هو 198 سنتي. وكمان انت هتلاعب الارجنتين برضه دفاعيا مش كويسه. كاب فيردي اللي انت كسبها ضربات جزاء في البطوله الوديه اللي كانت في الامارات، كان وصلت معاهم ل 120 دقيقه اكسترا تايم، وكسبوهم كانت 3-2 بالعافيه. امال هيعملوا قدامنا ده؟ هنفرهدهم. استنى بس. دفاعيا ما يقولك دفاعيا فيهم ثغرات قويه جدا. يعني ممكن انت لو استغلتها، كمان اشتغلت على الثغرات دي والضعف، هتعرف تكسبهم اصلا، وتعرف تلعب عليهم تحولات وجيم تحولات وجيم تكتيكي كويس جدا. والنهارده معانا جولة أخبار في الأهلي وفي الزمالك. ويا ريت قبل لما نقول أول خبر معانا، دوس على اللايك واعمل اشتراك وانشر الفيديو. يا ريت تعمل نسخ رابط ودوس على جرس التنبيهات عشان يوصل لك كل جديد وآخر أخبار نادي الزمالك في الأيام الجاية والساعات القادمة. يلا أول خبر معانا حميد عبد الله عرض ريد ستار الصربي لضم محمد عبد الله مع انبي. استمر لمدة الموسم المقبل 350 ألف دولار، وبند يمنح حقية الشراء نهائيا مقابل 1.5 مليون دولار. انتوا هتعرفوا يا جدعان بس مين ليستر السيرب ده كسب؟ خلي بالك كسب دوري ابطال اوروبا، فريق صربي بس كسب دوري ابطال اوروبا. انت متخيل فريق زي ده كسب دوري ابطال اوروبا؟ فاكر زمان كان مخضرم وكبير، كان معاه نجوم تقال عتاولة، كسب دوري ابطال اوروبا وليه تاريخ في اوروبا جامد جدا. محمد عبد الله وزيكو، لسه اتكلم عن زيكو. في لعيبه كتير جدا تروح اوروبا تحترف تاخد خبرات. انت بيقول لك في طبعا في تقريبا كاس افريقيه في 2027. انت هتخش كاس افريقيا ديت، انت لو طلعت مثلا من ربع النهائي قول مثلا، هيبقى انت خدت خبره كويسه جدا من فرقه قدام فرقه جامده. الخبر اللي بعد كده كمان، نادي الزمالك يعتبر كان مخلص مع الفلاح دوت. نادي الزمالك كان اكتر جديه قبل ما القطاع يقفل. نادي الزمالك كان اكتر جديه اكتر من بيراميدز والاهلي، وكان هيقدم عرض بس القطاع قفل كل حاجه. الخبر اللي بعد كده، المحكمة الرياضية الدولية تخفض غرامة الزمالك في قضية السوبر الأفريقي من 200 ألف دولار ل50 ألف دولار. طبعا 150 ألف دولار يخش خزينة نادي الزمالك، هيحلوا معاك قضية ولا حاجة، قضية
او هتساوي بها قضيه او قضيتين بالكتير قوي. الخبر اللي بعد كده، أحمد شوبير أعلن راتب رمضان مع الأهلي سيكون السبب في الرحيل، واللاعب يتقاضى راتب كبير مقارنة بما قدمه مع الفريق وغير موفق مع الأهلي. بالنسبة لي أنا يعني بن رمضان ده اتظلم، أكتر لعيب اتظلم في أكتر لعيب أجنبي شفته اتظلم في الأهلي هو بن رمضان. بن رمضان اتظلم في الأهلي كتير جدا يا جدعان. ده ما خدش فرصة، ده أولا. ثانيا كانش بيلعب في مركزه الأساسي، كان بيلعب في مركز 8 بدل 6. لدرجة إن دونجا قانون دونجا كان أحسن منه في فترته، ولكن كانش بيلعب في مركزه، كان بيلعب في مركز 6. بن رمضان كان بيلعب في مركز 8، دونجا كان بيلعب في مركزه، كان بيلعب في 6. فيعني بن رمضان هيمشي، هيروح 8، هيروح السد القطري ب2 مليون دولار، والأهلي كان جايبه من فرانش فاروشي، مش عارف الفريق دوت البلغاري ب2 مليون و200 ألف دولار، عشان كان بقى ممكن بقى بصفة عقد. الخبر اللي بعد كده، أحد مسؤولي بيراميدز تواصل مع أكرم توفيق للتعاقد معاه. اللاعب أبلغهم إن أنا اتفقوا مع الأهلي وسيلعب الأهلي فقط في مصر. طبعا سيد عبد الحفيظ أصلا من اتفاقه من الدور التاني، من نص الدور التاني اللي هو تحت البطل، كان خلاص مخلص مع أكرم توفيق، ورسميا اللاعب هيكون إن شاء الله ماضي مع الأهلي بعد انتهاء كأس العالم. الخبر اللي بعد كده، انطلاق بطولتي دوري أبطال أفريقيا الكونفدرالية سبتمبر المقبل. نهائي دوري أبطال أفريقيا الكونفدرالية سيكون بين 9 ل31 مايو 2027. يعني فاهم انت، ان شاء الله الزمالك يكون في 31 مايو 9 مايو ان شاء الله. ده يعني فاهم انت بداية البطولة ونهاية البطولة. بدايتها سبتمبر المقبل اللي هو 9 شهر 9. نهايتها سبتمبر. نهاية دوري أبطال أفريقيا الكونفدرالية من 9 ل31 مايو 2027. بس جاي لحظة، الخبر اللي بعد كده، مصطفى محمد بياخد زي أزمة كأس العالم، واخدها على نفسه قوي. نانت الفرنسي يفرض عقوبة مالية على مصطفى محمد بسبب عدم حضور التدريبات الجماعية بسبب بداية فترة الإعداد الموسم الجديد. مصطفى محمد من أول فترة الإعداد قبل لما يتعلم كام يوم مكانش بيجي، مكانش بيرد على المكالمات من الإدارة، ولغاية دلوقتي مجاش ولا تمرين في فترة الإعداد. كل فترة بيفرضوا عليه اسمه ده أزمات مالية، اسمه ده غرامات وجزا. فيا ريت مصطفى محمد يرجع، عشان ده يعني مبالغ بتتراكم عليه. الخبر اللي بعد كده، رسميا الجزائري عبد الرحيم دغموم نجم مصري ثالث صفقات الأهلي. نعم، عبد الرحيم دغموم أنهى كل حاجة، أنهى البطولة الشخصية ما بينه وبين الأهلي. ازاي يا عم سيف؟ يعني هو جاي، يعني بص، لا بس المايك بس هنشيله. جاي كده ضد الكورة في النادي الأهلي، مضوا عبد الرحيم دغموم، مضوه على المواد الشخصية، مش اللي هي بتوع العادي بقى اللي هو يلعب في النادي، لا دي مواد شخصية، اللي هو يقول كذا زي عقود رغبة، اللي هو اللي هيلعب يكون مخلص معاهم مع الفريق نفسه. الناس بس اللي هم يدفعوا الفلوس للمصري وبس، رسميا كده عبد الرحيم دغموم اللي كان يجي الزمالك، ده هو اللي كان فري دغموم لا. الخبر اللي بعد كده باش أعصب نفسي. قبل ما نبدا الخبر الجديد، حط او تنسى حط اللايك، عشان اللايك يعني بيستمر في دعم القناه. ولك حاسبنا في 3 ايام بس، لا غبتهم بس بسبب التعب الخفيف 6 7 مشترك. ده بسبب دعمكم طبعا، يا ريت تحط لايك، يا ريت، عشان نوصل 100 مشترك، عشان نوصل 55 مشترك، بعدها 100 مشترك ان شاء الله في اول 8. خبر اللي بعد كده، اتحاد الدولي لكرة القدم فيفا يعلن تقريصه في قضية الزمالك إلى 14 بعد رفع قضية اشتريلا ستريلا أمادورا البرتغالي ضد السابق شيكومنزا. طبعا بقى عندك دلوقتي 14 قضية رسميا من سيستم الفيفا، بقى عندك 14 قضية. وطبعا انت بتبين انت كنت 18 خلصت 4، وانت اصلا مخلص في 13، يعني فاضل لك 4 قضايا، يعني اللي فعليين 4، انت لازم بس الإعلان، وبعد في السنة القادمة إن شاء الله يتعلن عنه. رسميا أحمد عبد القادر نادي القرن العراقي يعني استمر أحمد عبد القادر مع فريق، أيوة مش عايز أصلا يرجع الأهلي ليه؟ هم عايزين يجيبوا إبراهيم عادل وعبد الرحيم دغموم، والاتنين بيلعبوا في إبراهيم عادل بقى بيلعب في الجناح اليمين، وعند الاتنين يعني بيعرفوا يعملوا سويتشات مع بعض. أحمد عبد القادر مش عايز يرجع مع مع نادي القرن. وكمان نادي القرن دوت حاجة زي بيراميدز كده عند في الدوري المصري، قرن العراقي.
كان عرض على عماد النحاس، وعرض على معتمد جمال. عرض كبير خلي بالك، يعني نقول بيقول لك 50,000 دولار. علق عليه من بقى الشوط العراقي ب67,000 دولار، يا خبر أبيض. ممتاز. يعني في خبر طلع دلوقتي، طارق السيد، يعني طارق السيد أعلن إن نادي الزمالك وجه الشكر لمعتمد جمال. لا والله، كنت تسيبوه لغاية أما يبدأ أول جولة. لا، كنا بناخد الدوري ده بتاع أفريقيا إن شاء الله، يعني ناخدهم ويدوا الشكر. دلوقتي انتفاضة الإعداد هتبدأ يوم حوالي كام، حوالي النهاردة دلوقتي على الفجر، على الفجر حاليا. يعني حسب الله ونعم الوكيل فيهم طبعا. انت خلقت يعني، اسف على اللفظ، يعني انت فضلت معلق الراجل لغايه يوم 3/7. يعني قول كده بالظبط 4/7 قصدي. قول كده بالظبط فاضل 3 4 ايام على بدايه بدايه معسكر الزمالك مع مدرب الزمالك الجديد، اللي هقول لكم ان شاء الله في اخبار الجديد. صحيفه الشرق الاوسط السعوديه تعلن بيان ان نادي الرياض الذي يرغب في ضم تريزيجيه رابطه الدوري السعودي، اللي كشفت إن 4 أندية من أصل 18 يحق لهم حاليا إبرام تعاقدات جديدة. نعم، سيتفق متطلبات لائحة الرقابة المالية، يعني يعني آخرهم، فاهم أنت بقولك آخرهم الميركاتو دوت. بعد كده هيتوقفوا تماما كام ميركاتو ليه، عشان ما يلتزموش ماليا بالبنود اللي اتقال عليهم. فمنهم تريزيجيه، من الصفقات اللي هم يبرموها إن شاء الله الموسم الجاي تريزيجيه. خبر اللي بعد كده، علي ماهر قريب جدا من نادي بيراميدز. علي ماهر بيراميدز، انسى يعني، فاهم انت. ممكن ياخد الدوري الموسم الجاي ما نعرفش، بس علي ماهر قريب جدا من نادي بيراميدز. وعلي ماهر لو خد نادي بيراميدز ودي من الصفر، قعد مثلا 3 مواسم، هيعمل فريق زي سيراميكا كده، بقى امكانيات عمل منهم فريق. الخبر اللي بعد كده، بس قبل ما نبدأ الخبر الجديد اللي هو في النادي المصري، النادي المصري شوف بيطور من نفسه. حط لايك، اشتراك، فرز تنبيهات، نسخ الرابط، انشر الفيديو. شايف الفيديو اللي فات ضرب ضرب. حط لايك. الخبر اللي بعد كده، الكاميروني ليونيل وامبا، مهاجم نادي الوحدات الاماراتي، الوحدة الاماراتي، ده يدخل دائرة الاهتمامات المصرية تمهيد التعاقد معاه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية. طبعا النادي المصري مش 2 أجانب، عبد الحليم دغموم واحد كمان كان إعارة. عايز يجيب مين بقى؟ بس المايك بس، مايك. عايز يجيب مين بقى؟ عايز يجيب مين؟ عايز يجيب يونين وامبا مهاجم الوحدات وجراديشار. هتقولي ازاي بقى؟ هيلعبوا ازاي؟ عادي، انت عندك عماد النحاس بقى ب2 مهاجمين، يعني انت هيجيبوا كده يلعب بيونين وامبا وجراديشار، واحد يصنع واحد يسجل. يا دين امي على الثنائيه يا جدعان. احنا بص، احنا فين هما فين؟ احنا بناخد الدوري بناخد الكاس، وساعات كمان بناخد في السوبر من تحت لتحت، بس لا بقى كده هما اللي بياخدوه مش احنا الدوري. وهم دول هيعملوا في السوبر وفي الكاس تقريبا، شكلها في الكاس، والدوري هينافسوا في الدوري. وعماد النحاس شخصية بتعرف تمشي رأي أي حد، شخصية قوية يعني. يعني فاهم انت. هو تمام شكله كده يلعب ب2 مهاجمين، غير طبعا أحمد العش غير أحمد العش إيه؟ غير طبعا أحمد رضا ومصطفى العش أحمد رضا ومصطفى العش وعمر الساعي أيوة عندهم فرقة، غير طبعا التلاتة اللي هيبروها إن شاء الله، هيبروزوها إن شاء الله الفترة الجاية. الكاف يعني جوائزه ده بتاع أفريقيا والكونفدرالية، يحصل الفائز بلقب دوري أبطال أفريقيا على 6 مليون دولار أمريكي، بينما ينال بطل كأس الكونفدرالية 4 مليون دولار. هو بنفس مستوى الجوائز المحتفلة في الموسم الماضي. زمالك، اكسب بس البطولة دي تحل كل أزماتك، ومش عايز أعمل حاجة تاني، عايزك بس تكسب السوبر كمان جنبهم، تكسب السوبر كمان جنبهم وتخلص على كل حاجة بس. انت لو كنت كسبت في نهاية القرن، مش السوبر القرن، لا نهائي القرن 2020، كان زمانك مش زي حالك دلوقتي. كان زمانك واخد 2 مليون دولار تكسب السوبر، 2 مليون 500، 4 مليون 500 ألف دولار،
وكان لي عليك من زي دلوقتي، كان عليك كان مليون، مليون 500، 2 مليون بالكتير أوي دولار مع مرتضى منصور. انت لو وسعتها قوي كان هيبقى معاك، فاهم انت، فوق اللي هتدفعهم 2 مليون 500 الف دولار. تجيب كام لاعب تقيل تخلي الفرقة تكسب كمان افريقيا، ولا بعدها ولا بعدها، وتخلي الإدارة مرتاحة. الخبر اللي بعد كده، خبر مع ابراهيم حسن طبعا. وقعت الفرد الامن الامريكي: لو هموت محدش يدوس على كرامتنا. لو حد يدوس على كرامة اي حد مصري مهما كان فين، اي حد يغلط في مصري او يمس مصري والله ما اسكت. طبعا الحادثة الشهيرة ان في طفل صغير وعائلته يعني، وكم لاعب، كم واحد فرد من المشجعين كان عايز يتصور مع مين؟ مع اللاعبين وابراهيم حسن وحسام حسن. فالطفل الصغير كان بيتصور مع ابراهيم حسن، والباقي كان بيتصور طبعا مع ابراهيم حسن واللعيبة. فهو الاب زق الطفل، فالتليفون بتاعه كان ايفون، ولك حتة غالية يعني. ربنا يرزقهم ويرزقنا طبعا ويبارك فينا. فهو اللي اتأمن وهو بيزق الطفل، قام زقه زي غشيمة من درجاتها. بيقول لك الطفل وقع على الأرض، التليفون كمان اتكسر، جاب شاشة، جاب شاشة. فإبراهيم حسن قال له إن شاء الله لو صعدنا قدام أستراليا هجيب لك تليفون هدية، وأنت تيجي تستلمه مني مخصوص. وكان قوتها اتخانق مع الأمن ومش عارف إيه. كان في كمان أمن مصري كمان كان اتخانق، يعني كانت هتحصل مشكلة كبيرة. الخبر اللي بعد كده: الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا يرفع قضية خصم مستحقات التونسي أحمد الجفالي وقانون القضاء الخاص بالنادي. الاتحاد الدولي: نجح مسؤول القرار بيضاء في الأزمة من مستحقات اللاعب. طبعا اللاعب ده لو اشتغلت عليه جدعان زي ما قلت كده من كام فيديو، لو اشتغلت عليه من الناحية البدنية والفنية، وجه مع ألكسندر سانتوس اللي هو إن شاء الله هيعلن عنه بكرة. بكرة إن شاء الله هيتعلن عنه، هو يمضي أول بكرة هيتعلن عنه بالكتير أوي 5/7. هيبقى لاعب جامد. اسمع مني كده وحاول الكلام ده مني، هيبقى أحسن جناح في القارة. هيبقى احسن جناح ان شاء الله، يعني احسن جناح في القاره لو اشتغلت تاني بدني. يا عم مش في القاره، في الدوري المصري، في شمال افريقيا. هو موهبه بس تشتغل عليها. برضو صحيفه التونسيه يعني: الافريقي التونسي يتحرك لضم احمد الجفالي وبعد حصول على مستحقات من الزمالك. بيغفلنا يعني، اخر كان بيغفلنا. بيقول لك في اخبار ان افريقيا التونسي هيتحرك اللي هو يضم احمد الجفالي، يشتري مثلا مبلغ من 500 الف دولار، يعني متقاعد يعني مثلا ممكن توصل بالكتير اول 750 الف دولار. بيعه، بيعه. اما بص، لو انت عارف تحل كل الازمات ديت يا عم متبقوش، خليه عندك واستفاد بيه. جناح قوي برضه مش وحش. اوه. ودي وديت كده اخر اخبار حلقتنا النهارده. قبل ما تطلع من الفيديو ارجوك تحط لايك. لو انت مشترك جديد، اقسم بالله اقسم بالله اليوتيوب بعت لي احصائيه مخصوص ان في 80% ما يشتركوش. يا جدعان عايزين نوصل 55 مشترك، في 80% مش مشتركين، 20% مشتركين، دول بحبهم صراحه. يا جدع اشترك عشان الاخبار دي مش حصريا مجانيه. اولا مجانيه، تاني حاجه حصريه. ودوس لايك عشان الفيديو ينتشر، واعمل اشتراك عشان القناه برضه ينتشر وتتشير، واعمل لكم محتوى افضل وافضل. وانسخ الرابط وانشر الفيديو عشان برضه الفيديو ينتشر اكتر واكتر، ويجيب لكم اخبار اكتر واكتر وحصريه عن نادي الزمالك وانفرادات طبعا. المدرب استعلن عنه طبعا. المدرب هو الكسندر سانتوس، الراتب بتاعه الشهري 25 الف دولار، ده فرداني لوحده، بالجهاز بتاعه 65 الف دولار. بس كده نقول لكم اخر مره: حط لايك، دوس على الاشتراك، اعمل جرس التنبيهات، قول ايه رايك في الفيديو، اعمل تعليق، انسخ الرابط، اعمل انشر الفيديو. وشوفكم ان شاء الله بكره. هاخد معاكم سيد محمد صبري او النسر، مش ابن المرحوم محمد صبري الله يرحمه. وسلام.